هؤلاء الشباب هم من هزموا أستراليا والدنمارك وبولندا وإنجلترا والمغرب وتعادلوا مع الأرجنتين ليقفوا تأهبا لمعركة الترجيح أملا بجلب كأس العالم لبلادهم فرنسا. معظمهم فرنسيون من أصول أفريقية. في تلك الواقعة أضاع كل من كينغسلي كومان وأورليان تشواميني ركلة ترجيح. أما المسكين الثالث في الوسط راندال كولوماني فأضاع فرصة أخرى عندما انفرد انفرادا تاما مع الحارس في آخر دقيقة من نفس المباراة. فتعرض الثلاثة لأقذع الهجمات من العنصرية المنحطة عبر حساباتهم على السوشيال ميديا. طبعا ركلات الترجيح مسألة حظ، الكرة حظ، أيضا فيها حظ. مهاجم المنتخب راندال كولوماني من أصول كونغولية أغلق التعليقات على صوره على إنستغرام بعد أن عجز عن تحمل التعليقات المهينة. وأيضا هناك هذه بعض التعليقات التي هاجمت اللاعب أورليان تشواميني لاعب ريال مدريد الإسباني من أفظع ما يكون. أما بالنسبة لكينغسلي كومان هذا الشاب أوقف كل الرسائل والتعليقات أيضا على حساباته بسبب الإساءة. نادي بايرن ميونخ الألماني تضامن مع لاعبه كينغسلي كومان وقال: ندين بشدة التعليقات العنصرية ضد كينغسلي كومان. عائلة البايرن خلفك يا كينغ، لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا. شركة ميتا المالكة للفيسبوك وإنستغرام أوقفت مجموعة من الحسابات وقالت: لا نريد أي تجاوزات عنصرية في إنستغرام، وقد قمنا بحذف التعليقات المقززة والتي تخالف قواعدنا. نحن على اتصال باللاعبين وفرقهم بشكل مباشر منذ نهائي كأس العالم لمساعدتهم على الحد من الإساءة. أنتم أيضا تابعتم الهجمة العنصرية على لاعبي الفريق الفرنسي. أبدأ بهذه التغريدة من فهد صالح يقول: أوروبا والعنصرية شيء مؤلم جدا لكل اللاعبين الذين يتم تجنيسهم. إذا حققوا الألقاب فهم أبناء الوطن، وإذا خسروا كانوا هم السبب وتحضر العنصرية. أما حكيم قال: الفرنسيون وين يخسروا يقولوا للاعبين يا أفارقة روحوا، وين يفوزوا يقولوا لهم أنتم فخرنا. أما غسان بن عمر فقال في تغريدة يقول: هو الموضوع حسب المزاج، تفرحنا نمدحك، تزعلنا نقلب عليك. وعلى فكرة هذا حتى عندنا هنا موجود، اللاعب لو على مودهم مدحوا ورفعوا للسماء. أما بالنسبة لعادل النجار فقال: الإنجليز سبقوهم في شن حملات عنصرية على ساكا وراشفورد بعد إضاعتهم ضربات الترجيح في نهائي اليورو، والفرنسيين لا يقلون عنصرية عنهم، برغم أن منتخب فرنسا لم يفز بكأس العالم إلا بوجود الأفارقة. الرئيس الكيني ويليام ساموي روتو غرد: مبروك للأرجنتين فوزها بكأس العالم، لعب فريقي الأفريقي في كأس العالم مباراة رائعة، ولكني سأدفع رهاني، قد كانت مباراة